ليه لسه في ولاد ما اتجوزتش؟ ايوه، انا النهارده جاي افضح لكم اسرار عالم الولاد اللي ما اتجوزتش من ساعه التخرج. اما تعمقت في الموضوع لقيت ان هم 4 انواع ملهمش خامس. منهم اول نوع ده واحد صاحي نايم بيحلم بالجواز، بس العالم ماشي حواليه بيزنبق فيه من كل حته. اتخرج من هنا قالوا له تعالى بقى هات لنا 2 3 مليون وتعالى هنجوزك. جه ياخد خطوه يجمعهم ادوا له بالبوكس خلوه صابونه لوكس. بقى بيشلوحوا فيه من كل حته، كل سنه بيزودوا له في التارجت مليون جنيه، وهو اصلا كل اللي جمعه عشرهم مثلا. ومع كل الشلوحه دي الامل عنده ما اتقطعش، برضه بيحلم كل يوم بانه يحضر فرحه، بس الفرح الوحيد اللي حضره هي افراح اصحابه. بيروح هناك بيسقف بكل ادب وكل احترام في انتظار دوره. عريسنا الزين يا جمال العين. وي ايه ده؟ حضرتك العريس هناك، انا مالي. ما شاء الله كل حاجه بتحصل في الافراح حصلت له الا انه ياخد العروسه ويمشي بيها في الاخر. نفسه يتجوز قبل ما العالم ينتهي ويلحق حد يقول له يا بيبي. ايوه انا بيبي. خد يالا الزباله وانت نازل. احيي ايه ده؟ بس غريب. اما بقيه الانواع فربنا يبارك لهم في رزقهم، يعني الدنيا متسلمه لهم بمفتاح، هو بس يشاور ويدور ويطلع. بس للاسف دماغهم مش هلوحاهم ومركباهم الشلاحات واخداهم ورا مصنع الكراسي. منهم نوع فتاة احلامه بتنزل بسايلنت فيتشر من غير فايبريشن حتى. حلم حياته يشوفها في الأعياد والمناسبات الرسمية. الجواز بالنسبة له شيفت عمل كثيف الجهد قصير الأجل. علاقته فيه مع الشخص الآخر عبارة عن إزيك عامل إيه، ما نتكلمش بقى بقية اليوم. ده أصلا نوع أهله ما بيعرفوش إنه موجود في البيت إلا من صوت طرقعة صوابيعه وهو ماشي في الطرقة. لو في يوم اتكلم جملة كاملة على بعض في البيت أهله بيفتكروا إنه اتبدل. بنت يا سعدية مين ده؟ ده اتبدل من الفضائيين، الواد اتلبس. ده مين ده؟ وتخيل ده لو لقى فتاة احلامه الجوازه دي هتبقى عامله ازاي؟ هيقضوها على الواتساب. بابا انا خلصت الاكل نوتد، معلش يا بابا وانا بغسل الهدوم ضيعت فردة الشراب الجديده بتاعتك. ايميل متسيس فيه العيله وفي علامات استفهام كتير. هتقول لي ايه معنى علامات الاستفهام دي؟ هقول لك دي خمسات متنكره حفاظا بس على الادب الاسري اللي ما بيننا. عندي واحد منهم صاحبي رحت له في مره الشغل عشان ازوره هناك. عارف ابو الهول اما يقرر يقوم يتمشى ما بيننا، هو عامل كده. المشكله ان انا بحاول اقنعه ان لو خد خطوه الجواز هيلاقي حد يفرفشه وينعنشه كده ويفكه من القفله اللي هو فيها، بس مفيش الكلام ده. بيقتنع لمده 5 دقايق من السنه وبيقعد بقيه ال 365 يوم مش مقتنع. يقول لك ايه الهبل ده وايه اللي الناس بتعمله في نفسها ده وانا ويجري. وده هو المعنى الحرفي للفير اوف كوميتمنت. حال غريب. النوع الثالث ده اللايف ستايل بتاع بنات مصر كلها مش عاجبه، مش جاي على هواه. نفسي افهم في مره هو بيدور على ايه وانا اجيبهوله، بس انا مش فاهم. بيطلع القطط الفاطسه في كل بنت بيشوفها لدرجه انه ممكن يرفضها عشان صوتها حشرك بس وهي بتتكلم شويه من شويه البرد اللي عندها. عايز كل حاجه وعكسها. كلوزد مايندد، ما بيتكلمش ولاد بس في نفس الوقت يتعرفوا الاول ومش صالونات. بتشتغل وعندها طموح ونفسها تنجح، بس هنتجوز ونقعد في البيت. دمها خفيف وبتهزر وبتضحك بس ما بتنطقش بره البيت. وانا غلبت معاه ومش عارف ايه اللي بيحصل. ها يا ابني يا حبيبي ايه رايك في فلانه؟ لا معلش اللايف ستايل مش عاجبني. مالها المره دي؟ بقى بتروح الساحل. اجيبها لك مسجل خطر الساحل، ممنوع تعدي الكارته، مش فاهم يعني. الغريب. المهم اللي انت تلاقيه بعد الانفه دي كلها وتطلعوا القطط الفاصه في كل البنات، تلاقيه بقى مرتبط لي بواحده يجي يكلمها في التليفون تقول له بقول لك ايه ما تقرفنيش انا في ميتنج طول اليوم في الشغل ومش ناقصاك النهارده. الشغل بالنسبه لها هو التوب 1 في حياتها، وهو بالنسبه لها يتزايل القائمه. او تلاقيه نقى اكتر واحده ماديه في الكون. بالنسبه لها الجواز صباح الخير 5 جرام ذهب، جوزها بدل ما يقول بيحبك بيقول برر فلوس خيبه. بعدين يجي عند بنات زي الفل قمر يقول لك لا معلش اللايف ستايل مش عاجبني. يا شيخ اتوكس بخيبتك، كنت فاكرك بتفهم طلعت في الهبوله خالص. ده ايه النيله دي؟ هو بس في مشكله صغيره دلوقتي اللي احنا بدانا نشك ان هو توكسيك، مش اللي حواليه يعني. بنحاول نكتشف بس خايفين من الحقيقه، فيعني خير. النوع الرابع حاول في مره يتشجع ويعبر عن مشاعره في الكليه، دخل الفريند زون، دخل انت زي اخويا زون. راحت مسمعه في السيستم عند البنات كلها وبقى يا حبيبي على نياته كل البنات اخواته. بيشوفوه من بعيد ايه يا اسطى يا اخويا، تفهمش فيه ايه. كل ما يروح في حته او ياخد خطوه مع حد يقول انا مستريح لك انا مستريح لك بس زي اخويا والله يعني معلش يا عيني. يعني ده ابأس نوع فيهم بصراحه. بس حابب لو انت من النوع ده اطمنك ان نصيبك متشال. كان عندي واحد صاحبي من النوع ده وربنا بارك له ورزقه وجاب له نصيب حلو جدا، فيعني انت اهدى، دي حاجه من عند ربنا. وفي الاخر حابب اقول لكم ان في نوع خامس بس هو شغال على كل الاحبال، اقرع ونزهي، بيضحك على كله وهو مش ناوي ياخد اي خطوه بجد. وعشان كده انا ما اعتبرتوش نوع معانا ولا ينتمي للصنف اصلا. وبس كده، لو انا نسيت حاجه قولوا لي في الكومنتات تحت
وقول لي تعرف كام نوع من الناس دي في حياتك. وبس كده، هروح اشوف الناس الغريبة دي بتعمل ايه في حياتها. كان معاكم زيزو او محمد احمد. السلام عليكم.